بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. فيديو جديد هنتكلم فيه عن نقطة بسيطة. لما حضرتك تيجي ترسم مجموعة من القواعد المنفصلة او الايزوليتد فوتنج، وفي نفس الوقت يكون ليهم variable thicknesses، يعني البيز بتاعهم مش هيكون واحد نتيجة اختلاف التخانة بتاعتي. انا عندي هنا مجموعة من الاعمدة بنفس القطاع، وعندي مجموعة من القواعد، مرة التخانة فيها 800 ومرة تانية التخانة فيها 450 بشكل عشوائي في الرسمة بتاعتي. وطبعا لو رحت لأي elevation هتلاقي الموضوع كالتالي: ان القواعد ال 800 واقفة عند البوتوم اوف فاونديشن، ولكن القواعد ال 450 مش في نفس الليفل. وانا طبعا محتاج يكون البيز او قاع الحفر او البوتوم اوف فاونديشن بالنسبة لي يكون واحد في كل القواعد. فخليني كده ببساطة اخد سيكشن وليكن على الجريد رقم واحد بالشكل ده، واقول له هنا كده كليك يمين، جو تو فيو، وهبدأ الاقي ان عندي هنا القاعدة مش في نفس الليفل بتاع باقي القواعد. اقدر احل المشكلة دي ببساطة عن طريق ان انا هعمل الاين، وهختار البيز بتاعي، ثم هختار البوتوم بتاع القاعدة. في نفس الوقت هتلاقي القاعدة ثابت العمود، وده حله برضو ببساطة ان انا هختار العمود بالشكل ده، وهقول له انا عايز اعمل اتاتش للتوب او البيز، وهختار اتاتش كولوم بيبقى بالنسبة لي البيز، ثم هختار القاعدة بتاعتي. هلاقي ان العمود بقى اتاتشد مع القاعدة بشكل بسيط جدا. خلينا كده نعمل كنترول زد وكمان كنترول زد. في برضو ان احنا ممكن نعمل قبل ما نعمل الحركة اللي احنا لسه عاملينها من شوية، ممكن نختار العمود ونقول له احنا نعمل له اتاتش مع القاعدة بالشكل ده. ده ليه؟ ده علشان لما اجي اعمل الاين واختار البيز بتاعي ثم اختار البوتوم بتاع القاعدة، يسحب معايا العمود ومحتاجش اعمل اتاتش للعمود بعد كده بالشكل ده بكل بساطة. في ايرور ربما يظهر مع حضرتك لما تيجي تعمل الاين للقاعدة، ان هو يقولك ان القاعدة دي معمول لها اتاتش ومش هينفع. حضرتك ممكن تعمل دي اتاتش للعمود بكل بساطة بنفس الكونسبت، تعمل دي اتاتش للعمود مع القاعدة، وبعد كده مش هيظهر معاك الايرور ده اذا ظهر. ده كان حل الموضوع او طريقة من طرق حل الموضوع، وهنتكلم عن باقي الطرق في فيديوهات تانية ان شاء الله. فشكرا ليكم والسلام عليكم.